التاريخ لعيب فتره انتقالاته بتخلص 31 يناير انت تطلعه 1/2. عموما عشان الناس اللي معانا ومش هطول، معنى انه اللعيبه مرفوعه على السيستم بمجرد انه الاتحاد بيدي الموافقه خلاص اوتوماتيك. اللعيبه دي خلاص اوتوماتيك بتبقى موجوده على القائمه بتاعت فرقها. انا شايف انه الانديه دايما بتتاخر او نادي الزمالك اتاخر عشان صفقات وخلصها متاخر، ولكن في النهايه وفي الاول وفي الاخر انت كنادي الزمالك في مديونيه حاول تجدولها مع اتحاد الكوره، علشان اتحاد الكوره هيبقى عنده مشاكل الفتره اللي جايه مع الانديه وخصوصا نادي الزمالك، لان اصبح في موقف بين اتحاد الكوره وبين نادي الزمالك، في موقف جامد جدا يعني. بالنسبه للاعيبه الزمالك هتلعب والكرنات بتاعتها هتطلع. الحاجه التانيه، نادي الزمالك حط اللعيبه على السيستم والكرنات ممكن يطلع يوم 1/2. اعتقد ان فيها مشكله. حد يجي يقول لي بقى زي ما الناس اللي بتتكلم انت اهلاوي انت زملكاوي انت محلاوي، والله كل الناس اللي بتتابعني انا مالي علاقه باي حاجه. والناس اللي كانت بتتكلم على موضوع زي موضوع كهرباء، فاكرين في الاول